ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بعد فتره غياب طويله، وعاوزه منكم بقى الدعاء كده والدعم للقناه اللي انا عارفه وواثقه ان انتم مش هتبخلوا عليا بيه. والنهارده هنعمل بقى ايه؟ احلى تجاره في الدنيا، وهي التجاره مع ربنا زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده جايبين الفراخ مقطعينها، غسلها طبعا كويس قوي، وشايله منها زي ما بوريكم كده في الكاميرا السلسله بتاعه الظهر دي اللي هي بتبقى كلها الزفاره، بتبقى فيها الدم والحاجات شايلها كلها، يعني تقدروا تقولوا كده ايه، مشفياها كده. تمام. بقى ندخل بقى على التتبيله بتاعتنا اللي هي تبقى ايه، ريحتها هتقلب مش المطبخ، البيت كله ان شاء الله. زي ما انتم شايفين، توم، فلفل اخضر، بصل. عايزينها بقى ده مش دعاية على فكرة للكبة بتاعتي، عايزينها سبايسي بقى حطوا سبايسي، والطماطم. وهنخش بقى على التوابل اللي انت بتحبيها كلها حطي. هتنزلي بالملح والفلفل الاسود، بهارات الفراخ، بابريكا، كزبرة ناشفة. عندك جنزبيل برضو حطي، ما تكتريش. نص كوباية زيت، بقى عايزة تحطي زيت عادي او زيت زيتون المتوفر عندك عادي. نص كوباية، انا حاطة فيها دبس رمان، بيديها تيست تحفة وطعم جميل للفراخ المشوية او اللي معمولة في الفرن. يلا بقى انتوا تتفرجوا كده، دعمكم وشير للقناة. وشو اهو، ده دبس الرمان، ما بخلتش عليكم بحاجة اهو. وهحط برضو الزيت اللي قلتلكوا عليه، وهنضربها بس. وانتوا بتتفرجوا كده ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة والشير والتعليقات، وعايزه اشوف رايكم ايه. يعني انا بقول لكم وجبات خير، يعني لازم تنتشر وتدعموني وتدعموا القناة، وتقوموا كده تعملوا الوقت اللي على قد ما تقدروا. ان شاء الله يكون وجبة تطلع ربع فرخة، ربنا هيجازيكم بها خير. انا هنا بقى عشان بعمله بصاج عندي كبير كده شوية، فردت فيه ورق فويل وورق زبدة، والارضية كده بالبصل نزلت بيها بالبصل ونص التتبيلة. وهتشوفوا بقى هنحط عليها نص الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. طعمها وريحتها قمر. طبعا بقول لكم طعمها بعد ما سجلتها ودقتها تحفة. ما انا بقول لكم دقتها عشان اعرف برضه انا مطلعه ايه. اهو كده نفردها عليها، وهنروح مغلفينها بقى ورق الزبدة. هنبله الاول عشان ما يلزقش في الفراخ معانا ويطلع الجلد ويبقى شكلها مش حلو. فالتركه ديت اللي لازم نعملها، نحط ورق الزبدة مبلول اهو، كنت ناسه ابله رجعت بليته طبعا. وهنحط عليه بقى ايه، ورق الفويل، وعلى البوتاجاز في فرن البوتاجاز. هنسيبها كده شويه، حوالي كده ساعه في الفرن. وبعدين بعد ساعه نكشفها عشان تاخد اللون الذهبي الجميل اللي هتشوفوه بعد شويه. طبعا هتبقى على اعلى درجه، هنحطها على درجه حراره 200. ويلا بقى نيجي نعمل صينيه البطاطس بتاعتنا. انا لازم اوريكم الاطعام طلع معمول ازاي، ما اوريكوش العلب وخلاص كده، لازم تعرفوا معموله ازاي وتضمنوا ان هي حاجه نظيفه. هندخل بقى على البطاطس التحفه اللي هي مش اي بطاطس، برضو ريحتها قلب الدنيا. احنا قلنا ايه، الصوره بتتكلم عن نفسها. مقطعين البصل جوليان وبنفرده، حاطه برضو ملح وفلفل وبابريكا. انا بقى بحب التوابل بتاعتي اجيبها حصى عندي في البيت واحمصها، واروح عاملاها في الخلاط، بضربها في الكبه عندي. الخلاط يعني بتدي ريحه تحفه، بتبقى جميله، ما اجيبهاش كده. انتوا بقى بتعملوها ازاي؟ فردنا البطاطس اهي، وحطيت بقيه البصل فوق الوش كده وحته سمنه محترمه، ونغطيها وبرده على الفرن على درجه حراره 200. يا خبر ابيض، شفتوا بقى الزهايمر اشتغل ازاي؟ غطيتها وكنت هحطها في الفرن من غير ما احط الصلصه والطماطم. رجعتها تاني وصورتها لكم من تاني اهو، حطيت الصلصه والطماطم وبقت تمام، وغطيتها اهو من تاني. وعلى الفرن بقى زي ما قلت لكم على درجه حراره 200. هتقعد لها كده برضو حوالي نص ساعه او تلات ارباع ساعه، ونكشفها. وهنبص ايه عشان تدي برضو لون. ونحط بقى، شايفين القمر دي الفراخ طلعت اهي. محدش سألني، ناقص واحدة في قطة كان معايا كلتها، مفيش مشكلة خالص. بس شايفين الدوبان. شايفين، انا وريتكم الصدر مش الفخذ عشان الصدر بياخد سوا اكتر، فشفتوا دايب ازاي. وادي البطاطس والريحة ما اقولكوش، اكل قمر وتحفة. الف هنا، الف هنا للي هياكله. طبعا انتوا هتقولوا ما عملتش رز، لا انا عامله رز بالشعريه، وحطيت اهو بحطه. وهوريكم الوجبه رايحه شكلها ازاي.
بألف هنا بألف هنا. والله انا ما عاملاها رياء ولا اي حاجة، انا عاملاها دعواتكم وبس، دعواتكم وتعملوا يعني الدل على الخير كفاعله بالظبط. يعني قوموا كده، كل اللي عايز اي حاجة وعايز من ربنا اي حاجة والله بيعمل الاطعام ده، ما بيعديش عليه إلا غير لما ربنا بيستجيب له، ما بيعديش عليه المدة بسيطة الاطعام بالذات. يلا بقى، مفيش تسلم ايدك، مفيش اي حاجة، مفيش شير، مفيش لايك، مفيش اي تعليقات، ما استاهلش تقولوا تسلم ايدك. انا بقى عايزة الفيديو ده يوصل ل100 ألف دلوقتي.